كيف ظهر ميسي ورونالدو في المبارزات المباشرة بينهما؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. دائما ما تطفو على السطح لقاءات ليو ميسي بكريستيانو رونالدو، وهو ما سنسلط عليه الضوء في هذا الفيديو. تبرز المواجهات والصراعات المباشرة بين ميسي ورونالدو عن غيرها من المواجهات، وتستحوذ على العناوين العريضة في الصحف والمجلات، فلمن ستكون الغلبة بحسب هذه المواجهات؟ في أولى المواجهات بينهما على أرض الملعب ميسي يحتفظ بالكرة ويعود رونالدو للدفاع، لكن ميسي يراوغه بطريقة جميلة. وهنا يعود ميسي مرة أخرى للهجوم، لكن كريستيانو يخرج الكرة بحزم إلى الركنية. أما هنا فيعود ميسي للدفاع، لكن رونالدو يشل حركته بكعبية جميلة. وهنا يستلم كريستيانو الكرة في المنتصف، يحاول ميسي خطفها، لكن لسرعة البديهة لدى رونالدو ينقلها لزميله، فيحاول ميسي عرقلته. وهنا يخطف رونالدو تمريرة ميسي وينطلق كالسهم نحو مرمى برشلونة. في أبرز المواجهات يحاول رونالدو الدفاع، لكن ميسي يسجل بمهارة، وكما قال بعض المشجعين ميسي يسجل وكريستيانو يحتفل. وهنا لا يستطيع رونالدو إلا إعاقة ميسي بعدما راوغ زملائه في ريال مدريد. يتبع ميسي نفس الطريقة، فيعيق كريستيانو بعدما عجز زملائه عن أخذ الكرة من البرتغالي. ميسي يحاول اللحاق برونالدو وهو يجري بالسرعة القصوى، لكن رونالدو كان هو الأسرع وحصل على خطأ لصالح فريقه. وهنا تكفي الإشارات لنفهم مدى جدية التنافس بينهما، حتى وهما يجلسان أمام الصحفيين ويجيبان عن أسئلتهم، فيريد كل منهما الإجابة. أهلا بكم متابعي قناة شاهد لتعرف إلى فقرة التعليقات في هذا الفيديو. التعليق الأول من مفحطة بصندل خالتي، اسم غريب، فخر العرب، أصله يمني، ابن يمني، فديتك. شكرا لك ولهذا التعليق، وأتمنى أن احنا نرفع اسم اليمن في كل محفل دولي وفي كل مكان، ونخلي كل يمني يفتخر ببلاده. شكرا لك. التعليق التالي من كريم محمد لاربي يقول: الناس يقارنوا محرز بصلاح وانتم ما تقارنوه بميسي، روحوا ربي يهديكم. طبعا يا كريم هناك فيديو مقارنة بين محرز وصلاح، وهذا شيء طبيعي، وطبيعي جدا أيضا أن تقارن بين أي لاعب كبير ولاعب آخر كبير، سواء كان ميسي أو كريستيانو أو صلاح أو رياض محرز أو غيرهم. شيء طبيعي يعني، خلي روحك رياضية وتقبل كل فيديو ترى في شاهد لتعرف أو غيرها من القنوات. أبو عدنان يقول: أحلى لقطات لأفضل لاعبين على مستوى العالم. شكرا لك يا أبا عدنان. عبد الله الغامدي يقول: سوي أفضل 10 قصفات زلتان على الصحفيين. زلتان له فعلا قصفات كبيرة للصحفيين، هو أيضا ولاعبنا أو ولاعبنا آخرون. إن شاء الله لكم هذا الفيديو يا عبد الله.
أحمد بن الرافدين يقول أفضل قناة شاهدتها في يوتيوب، استمر يا مبدع، إن شاء الله توصل 5 مليون مشترك، وأتمنى أنك تظهر تعليقي في يوتيوب. تحياتي إلى أهل اليمن. شكرا لك يا أحمد ولمتابعتك الطيبة، وتعليقك يظهر في هذا الفيديو. حمد لي يقول حرامات أعلق لك لأن مثل ما ندعمك ما تدعمنا، على أساس شنو أنت، خليك متواضع حبي. حمد لي أو حمد لي، أنا ما فهمت أنت إيش قصدك، يعني هل تشتينا نشترك في قناتك؟ طبيعي إن إحنا نشترك، وأنت طبيعي إنك تنتج المحتوى وتصبر على نفسك وتستمر في إنتاج المحتوى وتطور من نفسك حتى تصل إلى المستوى المطلوب، سواء 1,000,000 2,000,000 3 مليون مشترك. ما مش سبب أو مش دافع إنك مثلا اشتركت في شاهد لتعرف إنه المشتركين عندنا يشتركوا عندك، أو إن إحنا أو ترتفع قناتك بسبب إنك اشتركت عندنا. لك منا كل الدعم ونتمنى لك كل التوفيق. التعليق الأخير في فيديو اليوم من أسامة علي يقول أنت شنو اسمك؟ معك أسامة من العراق. أني اسمي عبد اللطيف يا أسامة، وأتشرف بيك وأتشرف بكل أهل العراق. شكرا لك يا أسامة، وتعليقك كان آخر تعليق في هذا الفيديو، وأتمنى منك أن تشترك في القناة وأن تنشر هذا الفيديو وأن تضغط على زر الإعجاب وأن تفعل الجرس. شكرا جزيلا لك.